ناس كتيرة بتكون فاكرة إن هي محتاجة تكون واثقة من نفسها الأول قبل ما تتحرك. بس الحقيقة انتي ممكن تتعلمي تكوني واثقة من نفسك حتى لو من جواكي لسه مش حاسة بالثقة دي. في حاجات بسيطة أوعدك بجد لو عملتيها هتتعلمي تكوني واثقة من نفسك، وهتحسي قد إيه إن انتي بنت عندها ثقة بنفسها عالية. هاي، ويلكم باك تو ماي channel. انا خلود بعلمك ازاي تكوني واثقه من نفسك وتوصلي لنسخه انت بجد من جواكي تكوني راضيه عنها. بساعدكم في خطوات الجلو اب اللي انا كمان بعملها مع نفسي. اول حاجه محتاجه تعمليها، بطلي تكلمي نفسك وتنتقدي نفسك بطريقه وحشه. بطلي تقولي انك مش عارفه، انك مش قادره، انك فاشله، انك ما تعرفيش تعملي حاجه. الكلام ده بجد لو قلتيه قدام اي حد هيبدأ يقول البنت دي متعرفش تعمل حاجة، البنت دي مش قادرة تعمل حاجة. هياخدوا نفس الكلام اللي انت بتقوليه على نفسك قدامهم وهيشوفوكي بيه. فدلوقتي انت اهم حاجة انك تبني النسخة اللي انت عايزاها تظهري بيها قدام الناس، عن طريق ان انت تقولي انك تقدري. ما تقوليش، ما تتكلميش ابدا بصوت عالي وقدام الناس بحاجات سلبية عنك. ابدأي قولي انك تقدري، غيري طريقة كلامك، انك تقدري، انك تقدري تنجحي، انك تقدري تتعلمي فتعرفي اكتر. المهم انك ما تتكلميش ابدا بطريقة وحشة عن نفسك قدام الناس. حتى لو انت من جواكي حاسة بده، ما تطلعهوش لبره، عشان احنا بنحاول نحجم الحاجة. انت دلوقتي بتحاولي تحجمي طريقة التفكير اللي انت بتفكري بيها عن نفسك. فلما انت تتكلمي كتير عن ان انت مش قادرة وان انت فاشلة قدام الناس، هتبقى بجد دي صورتك قدام الناس، عشان انت اخدتي الصورة دي عن نفسك. حتى لو انت حاسة بده عادي، بس انت دلوقتي بتغيري من بنت مش عارفة تعمل حاجة لبنت بتتعلم ان هي تعمل. تاني حاجة محتاجة تتعمليها انك تتدربي كتير على طريقة الكلام اللي بتتكلميها مع الناس. بمعنى، شوفي وراقبي نفسك، انت بتتكلمي كلام بسرعة مع الناس اللي هو انت عايزة تنجزي وتخلصي، ولا كلامك بيبقى فيه هدوء وبتتكلمي بالراحة، مش محتاجة انك تستعجلي وتردي على طول بسرعة وتدي رد فعل سريع. الحتة دي لو انت بجد اتعلمتيها هتفرق جدا معاكي، هتفرق في حضورك، هتفرق في طريقة اللي انت الناس بتشوفك بيها. انا بشوف ان الشخص اللي بيقعد يتكلم بصوت عالي وبيحاول يكسب النقاش، هو بيحاول يعلي صوته عشان يبين قد ايه ان هو قوي. فلا، بجد القوة في ان انت تكوني هادية في ردة الفعل بتاعتك. ردة الفعل بتاعتك بتبين اذا كنت انت بنت واثقة من نفسها، ولا انت بنت متسرعة ومترددة ومش عارفة تتكلمي فبترمي كلام كده على طول. فالفكرة كلها انك تراقبي نفسك وتتدربي. ممكن تتدربي عادي قدام المراية. خدي وقتك في الكلام، ما تستعجليش. لما تكوني بتتكلمي مع حد، اتعلمي ان انتي تبصي في عينه، تعملي اي كونتنت. الموضوع ده بجد بيفرق، بيبين ان انتي بنت واثقة من نفسك. عينك مش رايحة يمين ولا شمال، ولا تحت ولا فوق. بالعكس، انتي بصاله كده بتتكلمي معاه. مش معنى كده ان انتي تبرقي له، بس الفكرة ان انتي بتعملي تواصل بصري. وكمان الطريقة اللي انت بتقفي بيها وبتقعدي بيها بتأثر بجد على ثقتك بنفسك. يعني تخيلي دلوقتي معايا لو انا قاعدة وعاملة ظهري كده، مش بيبين ابدا ان انا واثقة من نفسي. لكن لو انا قاعدة فردة كتافي كده زي ما هي مفروضة دلوقتي، وقاعدة بتكلم، واقفة قاعدة بتكلم، ده بيبين ان انا واثقة من نفسي. جسمي قادر يدي اشارات لعقلي ان انا واثقة من نفسي من خلال الوضعية بتاعت الجسم اللي انا قاعداها. فتخيلي بقى للشخص اللي قدامك انت بينينه حتى من وقفتك، من قعدتك، ان انت بنت واثقه من نفسك. الحاجات بجد البسيطه دي، شوفي قد ايه هي بسيطه، بس هي بجد قادره تغير حته من ان انت مش واثقه من نفسك لان انت بنت واثقه من نفسك قدام نفسك وقدام الناس. اهم بوينت بقى ان انت تتعلمي انك ما تقارنيش نفسك بحد، وما تسمحيش لحد ان هو يقارنك. كل ما انت قارنتي نفسك وكل ما سمحتي للناس اللي حواليكي يقارنوكي،
بناس تانية ثقتك بنفسك بتتكسر وبتقع منك خلاص. فعايزه بجد تدمري نفسك، اقعدي قارني نفسك بالناس اللي حواليكي، او اسمحي لحد ان هو يقارنك. اتعلمي، وبجد بنصح كل بنت تعمل كده، ان هي تركز الانرجي بتاعتها، تركيزها كله يبقى على نفسها، ان هي تغير ستايل حياتها، ان هي تغير شكل لبسها، ان هي تتعلم تكون افضل. خلي الفوكس بتاعك على نفسك وبس، كأن ربنا ما خلقش حد غيرك. انا مش بتكلم بصفة ان انت تتغري وتشوفي، لا، بصفة ان انت تركزي على نفسك، تركيزك كله بنسبة 100% على نفسك. ده لو انت بجد عايزة تبقى عندك ثقة بالنفس قوية، محدش يقدر يهزها، محدش يقدر يكسرها. في بنات بتشوف ان الاهتمام بالشكل والمظهر دي رفاهية، بس لا، هي مش رفاهية بجد، هي مهمة جدا، مهم جدا انك تهتمي بشكلك ومظهرك، لان ده بيرجع لك اضعاف. ازاي بيرجع لك اضعاف؟ عن طريق ان في فرص تتفتح لك، ابواب تتفتح لك انت اصلا ما كنتش متخيلها، بسبب ان انت مهتميه. تعرفي كمان تكوني علاقات. خلي بالك، احنا ماشيين حاليا بجد بالمظاهر، الناس كتير ماشيه بحوار المظهر، فبقت بتهتم بمظهرها جدا. فانت عشان تكوني واثقه من نفسك من جوه ومن بره، مهم انك تلبسي اللبس اللي بيريحك، اللي بيخليكي تظهري بشكل مرتب، بيخليكي ان انت بنت حاسه بثقه من جواها. تخيلي معايا لو لبستي حاجه مش مريحاكي، بس انت لبستيها لمجرد ان هي شكلها شيك وواو، بس هي مش مريحاكي ومشيتي بيها في الشارع، ده يخليكي ان انت حاسه بثقه بالنفس؟ ابدا، هتحسي انت مش مرتاحه. وبقول لكم ده بجد عن تجربه، ان انا كنت جايبه شوز حرفيا كانت شكلها حلو قوي، بس كنت بمشي بيها في الشارع، انا كانت بجد خطواتي مش عايزه اقول لكم كانت عامله ازاي. لابسه حاجه شكلها حلو قوي، بس بجد هي مش مريحه، فبالتالي جسمي ما بقاش مرتاح في الحاجه اللي انا بلبسها. فبعد كده قررت لا، انا مش هلبس بتاع الشوز دي تاني. فعشان كده مهم جدا وانتي بتختاري الستايل بتاعك، تختاري الحاجه اللي بتريحك من جوه. اتحركي حتى لو خايفه. في ناس كتير بتخاف ان هي تتحرك، تاخد قرارات في حياتها، عشان هي مش حاسه ان هي واثقه من نفسها. عايزه اقولك مش لازم تكوني واثقه من نفسك عشان تاخدي قرارات، ولا عشان تتحركي، ولا عشان حتى تعبري عن رأيك. انا بحس ان مهم جدا كل بنت تتعلم ان هي بتعبر عن افكارها، عن مشاعرها، لان انا كان صعب ان انا اعبر عن افكاري وعن مشاعري. فمع الوقت بدأت اتعلم. انا حتى ما كانش عندي ثقة ان انا اطلع واتكلم قدام الكاميرا واقولك الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي، بس مع الوقت تدريجيا بالتدريب كنت بدرب نفسي كتير قوي ان انا بتكلم عن افكاري عن مشاعري قدام الكاميرا. مع التدريب انا بالفعل عملت ده. فمحتاجة انك تتعلمي انك تعبري عن افكارك وعن مشاعرك، وانك ما تخافيش انك تخسري ناس، ما تخافيش ان حد يفهمك غلط، لانك مش دورك ان انت تصححي مفاهيم الناس، انت دورك ان انت تكوني واثقة من نفسك، تكوني عارفة تعبري بجد عن اللي جواكي. انا دلوقتي بقيت مؤمنة بنسبة 100% الثقة بالنفس بتيجي بعد الحركة وبعد ما بعد الفعل، مش هتيجي قبلها. هتفضلي مستنية ان انت تكوني واثقة من نفسك الاول قبل ما تتحركي، هتفضلي بجد مستنية كتير. كفاية اوفر ثينكينج كتير. طلعي كل الافكار اللي عندك على ورقة وقلم. وبقولك ده ليه، وبنصحك ده ليه عن تجربة، ان التفكير الكتير بجد بيخليكي تخشي في سيركل كده، ان انت بتبداي تشكي في نفسك، تبداي تشكي في امكانياتك، تبداي تشكي في قدراتك، تقعدي تقولي هو انا ممكن انجح، هو انا طب لو فشلت. فبتبداي تخشي كده برضه في صراع مع نفسك في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، في القرارات اللي انت عايزه تاخديها. فطلعي كله على ورقه وقلم، وبعد ما تخلصي لو بجد انت كاتبه كلام سلبي او افكار سلبيه، اقطعي الورقه دي وريحي دماغك منها. انت خرجتي اللي جواكي، ومنها انت ما سمحتيش لنفسك ان انت تخشي في دايره الشك اللي انت طول الوقت بتحطي فيها نفسك. الشك، ان انت تقعدي تشكي في نفسك، ده بيهد ثقتك اللي انت بتحاولي تبنيها في الطريق. اسمحي لنفسك تكوني حقيقيه وعفويه، انك تظهري للناس بعفويتك.
لان لو طول الوقت انت هتحاولي انك تباني ان انت بنت جميله واموره وكيوت ومثاليه وبرفكت في كل حاجه، ده هيبين ان انت فيك للناس، عشان خاطر الناس هتحس بده. لان احنا عباره عن انرجي، كلنا كده، ربنا خلق كل حاجه في الكون عباره عن انرجي. فانت لما تشوفي حد وتحسي انت مش مرتاحه له، عشان انت حسيتي ده من الانرجي بتاعته، فالناس برضو هتبدا تحس ان انت فيك من الانرجي بتاعتك، عشان انت بتحاولي تتصنعي. فكل ما كنتي عفويه كنتي هتبقي اتراكتيف اكتر وهتبقي ملفته، وهيخلي عندك حضور بجد ما تتخيلهمش. هيبين للناس كده، تخشي المكان وانتي عفوية وبتتكلمي بعفوية، هيقولوا قد ايه البنت دي جذابة. فحاولي طول الوقت ان انتي تظهري عفويتك، حتى لو انتي مش متعودة على ده. مع التدريب، انك تدربي نفسك انك تظهري بعفوية، هيمشي معاكي تدريجيا. الغي من قاموسك كلمة يمكن، معلش، اسفة. ما تبقيش البنت اللي طول الوقت بتقعد تعتذر، ولا اللي بتقعد تتأسف كتير. لان ده مش هيديكي ان انت بنت كويسه وبتعترف باخطائها اطلاقا. لا، ان انت بنت بتغلطي كتير. فالفكره كلها، بدل ما طول الوقت بتعتذري للناس اللي حواليكي، اتعلمي من اغلاطك. شوفي الغلط اللي عملتيه عشان ما تكررهوش تاني وتضطري ان انت تعتذري. انا بشوف ان دي حاجه مهمه جدا. آه عشان ده بيبين ان انت ما بتكونيش واثقه من نفسك، وبتحسي صورتك قدام نفسك اللي هو انك بتغلطي كتير. فلا، دايما حاولي تتعلمي من اغلاطك عشان ما تكررهاش، عشان ما تضطريش انك تعتذري اصلا قدام حد تاني. بشوف ان البوينت دي مهمة، تحتها مليون خط. ما تحاوليش ترضي الناس كلها عشان تكوني محبوبة. طبيعي اعرفي ان مش كل الناس هتجتمع ان هي تحبك، ولا كل الناس هتتمنى لك الخير. عشان كده ما تحاوليش ترضي الناس كلها، لانك بجد هتعبك جدا في حياتك. طول ما انت هتحاولي انك ترضيهم، طول ما انت هتفضلي بتخسري نفسك. فدلوقتي ترضي الناس ولا تكسبي نفسك؟ شوفي انت حابة تمشي على انهي كفة. البنت اللي بتحاول ترضي كل الناس عشان تبين ان هي قد ايه محبوبة، ولا البنت اللي واثقة من نفسها وبتبقى مسؤولة عن نفسها وعن حياتها وعن قراراتها، واللي هي اصلا نفسها بتكون اتراكتيف اكتر وجذابة اكتر؟ بلاش تبرري تصرفاتك للي حواليكي. انك تبرري ان انت اخدتي قرارات في حياتك، اخدتيها ايه سبب القرارات دي؟ انت مش محتاجه تعملي ده. مش محتاجه تقعدي تقولي لحد وتديله تبريرات. حتى لو حد طلب منك، ما تديش التبريرات دي. ما تكونيش طول الوقت آه اللي بتحاول تخلي الناس تحبها. لان انا بشوف الشخص اللي بيحاول طول الوقت ان هو يبرر تصرفاته وافعاله، وهو عمل كده ليه، ان هو عايز يخلي الناس تبقى دايما في صفه، او عايز يخلي الناس دايما تبقى معاه. اتعلمي انك تتخلي عن حته ان انتي تبرري للناس انتي عملتي كده ليه، لان هم مش ربنا. عايزاكي تعرفي وتفهمي ان الثقه مش كامله، هي بتتبني خطوه خطوه. كل ما بتاخدي خطوات في حياتك صغيره، مش ما بتجيش حتى من الخطوات الكبيره، لا، كل ما بتاخدي خطوات صغيره كل ما ثقتك بنفسك بتبدا تزيد. فبتلاقي مره واحده كده وصلتي لمرحله ايه ده، انت عندك ثقه كبيره في نفسك، عشان انتي مريتي بكذا حاجة فخليتك تبقي واثقة من نفسك. اشتغلتي على نفسك فبقيتي واثقة من نفسك. مفيش شخص عنده ثقة طبيعية بنسبة 100% ما بين يوم وليلة. ما تستعجليش ان انتي يكون عندك ثقة بالنفس، عشان انا كنت اكتر واحدة مستعجلة. اذا انا عايزة اكون واثقة من نفسي ما بين يوم وليلة، ده بجد مش هيحصل. بس حبي كل حاجة بتعمليها عشان بجد تحبي انك تعمليها وتبقي واثقة من نفسك. ما تنسوش سبسكرايب واعملوا جرس الاشعار. باي. شاركوني ايه الحاجات اللي انتوا حاسين ان انتوا مش واثقين من نفسكم فيها، وانا هقرا تعليقاتكم.